هاي عاملين ايه؟ النهاردة أنا هعمل فراخ بالبصل. وهعمل كمان مكرونة بطريقة جديدة كده. آه هي مش طريقة جديدة، هي طريقة موجودة على اليوتيوب من زمان، بس أنا أول مرة أجربها النهاردة معاكم. اللي هي مكرونة محمرة بالشعرية. وبرضو الفراخ بالبصل أول مرة أعملها بالطريقة دي. آه بس فأول حاجة كده أنا معايا بصلتين قطعتهم، دول حوالي بصلتين أو 3 بصلات صغيرين قطعتهم، وحطيت نقطتين زيت وقطعتين زبدة وبس. ومعايا فراخ. بصوا بقى، أنا حطيت الفراخ كده فوق البصل والزبدة، ودلوقتي هحط التوابل. معايا أول حاجة كده فلفل. بصوا، أنا عشان الفلفل الأسود عندي كان قليل شوية، فحطيت الباقي فلفل أبيض، كان عندي فلفل أبيض. بس ما يعني هو عموما مش هيفرق. يعني الاتنين زي بعض، الفلفل الأبيض والأسود زي بعض، بس بحس إن الأسود أحلى. تمام. بس في الطبخ مش هيفرق في الطعم يعني. معايا كمان كاري. برضو الكاري برضو كان عندي نوعين مختلفين، حطيت من كل نوع شوية كده. ومعايا بهارات، بنحط كتير بقى عشان احنا بنتبل الفراخ وبنتبل كمان البصل اللي تحتيها، كل ده هيتجاب دلوقتي في بعضه كده. ومعايا ورق لوري. مهم. معايا ملح وكده بس. تمام كده. بس طبعا بقى هقلب المكونات دي كلها في بعض كده، وانا فاتحه الفرن على اعلى درجه حراره، تحت وفوق عشان الفرن يبقى سخن. بس خليكم معايا. بصوا بقى، زي ما انتم شايفين كده دعكت البصل والفراخ في البهارات حلوة قوي. لحد كده ما الفراخ تشبعت كده بالتتبيلة. ودلوقتي بقى انا فاتحة الفرن على اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق. طبعا انا هدخل الفراخ في الاول تتحمر في الزبدة. تمام. تتحمر في الزبدة الاول، وبعد كده يعني مش هحط فيها اي ميه، وبعد كده لما تتحمر في الفرن هقوم بقى مطلعاها، حاطه لها كوبايه ميه يعني انتوا هتتابعوا معايا كل حاجه. تمام. بس هحط لها كوبايه ميه وهسيبها بقى تكمل سوا. بس طبعا الخطوه دي انا بعملها في الفرن، يعني ممكن تتعمل الخطوه دي على النار عادي جدا، بعد كده تتحط في الفرن. بس انا استسهلت عشان ما اقلبش واقف قدام النار واقلب البصل وكده، لا. انا حطيت الزبده وحطيت الفراخ، كله ني في ني، وبحيث ان هي تتحمر الاول في الفرن من غير اي ميه من غير اي حاجه. بس لمده هحطها كده لمده آم، يعني مثلا ربع ساعه كده، وبرضه هتابعها اشوفها اتحمرت ولا لسه. بعد كده هطلعها احط لها ميه. طبعا انا يعني مش هعمل كده دلوقتي، مش هحط لها ميه وبعد كده في الاخر اسيبها تتحمر. ليه؟ لان البصل هيبقى مسلوق معايا، انا مش عايزه البصل يكون طعمه مسلوق، انا عايزه البصل يتحمر حلو قوي الاول في الزبده. بس فخليكم معايا وتابعوا الخطوات. بصوا يا جماعه، الفراخ طلعت، عايزه اقول لكم أنا حطيتها نص ساعه من ناحيه، وبعد كده حطيتها نص ساعه على الناحيه لا، ربع ساعه على الناحيه التانيه. يعني اول مره اخدت مني نص ساعه، و... وتاني مرة أخدت بس ربع ساعة من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين وهي اتحمرت. هعمل ايه بقى؟ هحط كوباية مية، و... وهحط لها مكعب ماجي بس، وهسيبها في الفرن ربع ساعة كمان وخلاص، وكده تكون طبعا الفراخ استوت معايا وطلعت.
عايزة اقول لكم انا دقت حتة منها طعمها تحفة. بس وزي ما انتم شايفين كده الفراخ، عايزة اوريكم الصوص اللي فيها. كوباية المية دي على فكرة كانت ممكن تستوي من غير مية خالص، بس عايزة اوريكم بقى المية بتديها طراوة. عايزة اقول لكم بصوا، شايفين الصوص اللي نازل ده؟ شايفين الصوص ده بقى؟ تحفة. ده بقى ممكن نعمل حاجة تحفة بيه. بصوا، بناخد كده بالفرشة وبنعمل كده. عايزة اقول لكم بيدي طراوة للفراخ تحفة وطعم جامد طبعا، لان دي تعتبر الجوز او الشوربة بتاعت الفراخ، الخلاصة بتاعتها. عايزة اقول لكم طعمها حلو قوي. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتس. او زي ما انتم شايفين بصوا بقى الفراخ شكلها حلو ازاي وبتلمع. بس استنوني بقى لحد بقية الاكل ما يخلص عشان ادوق بقى معاكم. بصوا انا كده بقى بعمل المكرونة. اول حاجة حطيت شوية زيت كتار كده في الحلة، يعني لحد ما اغطى بس القعر بتاع الحلة. وقطعت بصلاية وهحمر البصلاية دي في الزيت. بصوا انا هعمل مكرونة كده شبه بتاعة الكشري. آه، هعملها بنفس طريقة انسجام، بس يعني مغيرة فيها حاجات كتير، يعني اللي هو ايه، هدخل فيها افتكاسات يعني شوية. بس عايزاكم تجربوا الطريقة دي وتقولي بقى في الكومنتس حلوة ولا لا، وشجعوني بقى. بصوا، هسيبها بقى لحد ما لونها يبقى بني كده، او ذهبي غامق شوية. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين اهو كده البصل اتحمر. انا مش عايزة درجة اغمق من كده عشان ايه ما يمررش، هطلعه على طول بسرعة. بصوا بقى انا هنا نقلت الزيت البصل في حلة تانية كبيرة. هحط المكرونة تتحمر في نفس الحلة في نفس زيت البصل ده. خليكم معايا. كده انا حطيت المكرونة زي ما انتم شايفين. انا بقى عليت عليها النار. تمام. واستنى كده لحد ما تتحمر. طبعا هي حطيت المكرونة الأول لأن المكرونة تاخد وقت في التحمير عن الشعرية. أول بس ما المكرونة تاخد لون غامق شوية هحط لها الشعرية. وهحمرها برضو في نفس الحلة. يعني النهاردة يعتبر الأكلة في حلة واحدة منها فيها، هي بس الخطوات بتاعتها كلها في تحمير البصل بس. تابعوا معايا بقى. بصوا كده بعد ما أخدت معايا لون غامق شوية أهي، هنزل عليها بقى الشعرية أهي. طبعا كده أنا لسه هو بحمر الشعرية. طبعا في الخطوة دي أنا مهدية النار خالص عشان المكرونة ما تتحرقش معايا وما تاخدش لون أكتر من كده. بسيب الشعرية تتحمر براحتها خالص مع المكرونة على نار هادية جدا زي ما انتوا شايفين، عشان بس المكرونة ما تتحرقش معايا. وبقلب كده من تحت لفوق كده بحيث ان المكرونة ما تبقاش هي اللي لامسة الحلة. تمام. عشان اجيب كل الجوانب زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده المكرونة والشعرية اتحمروا حلوة قوي معايا. هحط لها بقى مية. بص انا كده حطيت لها المية، انا يا دوب بس غطيت المكرونة والشعرية
لان انا بصراحة مش عارفة هي تاخد مية قد ايه. بس انا قلت هي كده، بدل ما يعني بدل ما اديلها مية زيادة وتعجن مني. بس هستنى بقى اشوف لما المية تغلي، وبعد كده هوطي عليها خالص وهغطيها لحد ما تستوي. طبعا انا عايزه اقول لكم انا حطيت كيس مكرونه مرمريه ونص كيس شعريه بس، يعني لان ما كانش عندي شعريه كتير، قلت ايه، قلت هجرب في النص كيس يعني. بس خليكم معايا. عايزه اقول لكم هي المكرونه يعني لسه ما استوتش معايا، فحطيت لها كده كوبايه ميه وسبتها على اهدى نار، اللي هي النار العين الصغيره، وهديت عليها خالص عشان المكرونه تستوي. بس بصوا كده، هعمل بقى الطماطم. انا اخدت البصل اللي انا حمرته، هضربه مع الطماطم كده في الكبة. هنا بقى انا معايا 4 فصوص ثوم، فرستهم حطيتهم في الحلة. فاكرين بقى الحلة اللي احنا حمرنا فيها البصل؟ طبعا دي انا ما رميتها، يعني ما حطيتهاش تتغسل. لا انا ايه، قلت اعمل فيها الصلصة عشان برضو الصلصة تاخد طعم زيت البصل. تمام. اول حاجة بقى هحمر الثوم كده شوية لحد بس ما يبقى لونه اصفر. وبعد كده بقى هنزل بالصلصة. عايزة اقول لكم انا اصلا ما حطيتش زيت، هي الزيت ده من بواقي زيت البصل. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا مش هسيب الثوم يغمق اكتر من كده، هنزل بقى بالصلصة. بحاول اخد الجوانب كلها كده عشان ايه، مفيش حاجة تتحرق في الحلة. تمام. بس بعد ما حمرنا كده الصلصة، هنزل بقى بعصير الطماطم وشوية مية. بس كده تمام. أول حاجة بقى معايا ملح، فلفل، كمون، بصل باودر، توم باودر. بس وبقلب بقى. هسيب بقى الصلصة تغلي. بعد كده ههدي النار بس وغطيها لحد ما تستوي خالص. الشطة، احط شوية زيت، احط بقى حوالي معلقتين شطة بالويم كده. انا بحط بالويم يا جماعة. انا شايفة كده كويس. مش عارفة، انا رأيي احط شوية كمان. ربنا يستر.
طبعا بنسيبها تغلي كده غلوتين بس مش اكتر، قبل بقى ما الشطة تتحرق هاخد حوالي كبشتين صلصة. بس زي ما انتم شايفين كده اهي. طبعا احنا هنا حاطين كل التوابل وحاطين البصل المحمر. فطبعا كده الشطة هتاخد برضو من نفس التوابل ونفس التحويجة بتاعت الصلصة. بس هي تغلي كده غلوتين وبعد كده ايه خلاص هقفل عليها. بصوا كده خلاص الصلصة استوت. آه، هغرف بقى وادوق معاكم. كده تعتبر المكرونة والصلصة والشطة جاهزين معايا. هنا بقى الشطة حطيت لها قرن فلفل كده يستوي معاها. عايزة اقول لكم بيدي طعم تحفة للشطة. استنوني بقى هغرف وادوق معاكم. كده بقى شكل الطبق بتاعي. بسم الله. طب والله يا جماعة عايزة اقول لكم طعم المكرونة رهيب، طعم الصلصة رهيب. بجد انا كنت قلقانة قوي من المكرونة المحمرة، لان كانت شبه اللسان عصفور وقلت دي هتطلع طعمها لسان عصفور ومش هيبقى ليها طعم خالص وكده. اقسم بالله لما اتحط عليها صوص طماطم والشطة، وخصوصا بقى صوص الطماطم احنا عاملين له يعني طحنين البصل في الصلصة. انا عايزة اقول لكم انا هبقى اعمل الكشري كده على طول، هبقى اطحن البصل في الصلصة. بجد طعمه خطير. طبعا المكرونة دي شبه شوية صلصة انسجام اللي هي منتشرة على النت. بس عايزة اقول لكم انا عملت مكرونة انسجام قبل كده بنفس الطريقة اللي كانت اللي الناس عاملاها يعني. ما عجبنيش التركة بتاعت الكراميل. ان هما بيحمروا سكر في الصلصة وكده. آه، يعني حسيت ان طعمها بيبقى غريب، يعني بتعمل ميكس غريب اكن الصلصة فيها اكنها حمضانة او اكنها طعمها غريب او اكن فيها تسكيرة بس مش حلوة. يعني تسكيرة بس مش مرغوب فيها اكن انا باكل مثلا مكرونة بالكاتشب مثلا او كده. فما عجبنيش. بس التركة ان انا احمر البصل واطحنه مع الطماطم واحطه في الصلصة. عايزة اقول لكم طعمه رهيب، خصوصا يا جماعة ان انا مش حارقة البصل. طبعا احنا لما بنحرق البصل او بنحمصه اكتر من كده بيدي طعم مرارة. فطبعا انا اول مرة لما كنت عاملاها كان الصلصة طعمها مر وفي نفس الوقت طعمها مسكر بطريقة غريبة. فما عجبتنيش صراحة مكرونة انسجام خالص، ما عجبتنيش خالص. فدي مجمعة كل الأطعمة الحلوة أو الطريقة الحلوة. أخدت كل الطريقة الحلوة وجمعتها في وصفة يعني. فجربوها. عايزة بقى أدوق معاكم الفراخ. بصوا. بسم الله. مم. والفراخ بالبصل رهيبة، رهيبة بالطريقة دي. أتمنى الأكل يعجبكم. آم، تحفة، جربوها.